ايه الممثل والمؤلف تامر عبد المنعم قال على الصفحة بتاعته في بنت مختلة مصممة ان رصيد سترها ينفذ، ومش عاوزة تقتنع انها مع كل ظهور ليها وتصريح ليها بتفكر الناس بمصيبتها السوداء اللي عملتها مع اللي ما يتسماش بتاع الروائع. والمصيبة ان المواقع بتنزل قبل اسمها كلمة فنانة. ما كفاية قرف وعبث بقى. يا ترى تامر عبد المنعم يقصد مين؟ متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك وشير. في ناس ربطوا في بين البوست اللي كاتبه تامر عبد المنعم وبين ممثلة تانية أو واحدة مثلت أدوار قليلة ونزل لها فضيحة جنسية، طبعا كلنا عارفين مين. وإنها كل ما تطلع لايف أو تتكلم أو تعمل أي حاجة هي فاكرة إنها ممكن تندمج تاني في المجتمع والناس تنسى عادي الموضوع. وهي حتى يعني شبهت الموضوع بتاعها ده بموضوع دينا لما تسرب لها فيلم اللي هو مع حسام أبو الفتوح. وطبعا هي قالت إن إحنا كنا متجوزين وقتها، والناس عدت الموضوع لأنهم فعلا واحد وواحدة وارد يكونوا متجوزين وهي في بيته، يعني فخلاص الناس اطمأنت لموضوع ان هم متجوزين. ولكن بالنسبة للأخت إياها اللي بتتكلم دي، كانت هي وواحدة تانية مع راجل، يعني كانوا اتنين ستات ومع راجل. ففكرة ان حتى تقول ان الاتنين ستات دول كانوا متجوزينه برضه فكرة غريبة شوية. يعني حتى لو الاتنين متجوزين وعلى ذمته ما ينفعش الاتنين يعمل معاهم علاقة في وقت واحد. اعتقد الكلام ده يتقال كتير جدا جدا جدا. فبصراحة يعني بس بمنتهى الصراحة هي نفسها مش مقتنعة بكده، وده شيء مستفز فعلا على حسب كلام تامر عبد المنعم لو يقصدها هي يعني. لأن الناس مش هتنسى الموضوع، مش هيتنسى بسهولة. فبالتالي الأفضل هي كانت قالت إن خطيبها طلب منها ما تطلعش على التيك توك، وأنا شايف والله إنه راجل محترم بقى في وجهة النظر دي، إن هي فعلا ما ينفعش تطلع على التيك توك. طب ترجع تمثل تاني؟ لأ. هي مستغربة كل ده إن الشخص اللي كان معاها الناس سامحته وعدتها له وبقوا لا حضرتك برضه الناس ما سامحتوش ولا سامحته، الناس ملهاش دعوة تسامح وما تسامحش. اللي حصل ان الناس دي تقبلت وجوده بعد كده، اللي هم طبعا السينمائيين الى اخره، تقبلوا وجوده بعد كده عادي، لانه كان بالنسبة لهم شخص معروف، ليه تاريخ معاهم يعني، ليه تاريخ معاهم يعني من التسعينات يمكن وهو شغال. لكن انت كنت لسه جديدة خالص، يمكن كنت عايزة تصعد السلم بسهولة بقى وبسرعة الصاروخ توصلي للنجومية، لكن ما جاتش معاكي. لو هي دي طريقتك يعني في الوصول للنجومية، فوالله للمرة الكام بقول مش هتمشي فكرة ان انا كنت متجوزة وعدوها لي زي ما عدته موضوع دينا. لا مش هتمشي، لان اتنين ستات حتى لو على ذمة نفس الراجل ما ينفعش يعملوا كده في نفس الوقت معاه. لايك وشير وانتظرنا في الترند الجاي.